محمد، أهلا بك بالقاهرة بمصر، وتحية إلى أهل الأردن. شكرا جزيلا. وحضرتك من أصحاب القدرات الخارقة ولكن ذهنيا ما عم نعرف، يعني اليوم في ظاهرة هني الأولاد بنشوفوا الأولاد اللي هني بيعملوا الحساب الفوري. فكانت ظاهرة إذا بدك أبهرت العالم العربي وأبهرت العالم، ولكن فيما بعد عرفنا أن هناك مدارس تدرس تقنية معينة، يعني أو طريقة معينة ليصير الولد يقدر يعمل عملية حسابية كبيرة بفترة زمنية يمكن بتسبق الآلة الحاسبة. وانعرفت هذه التقنية بما يعرف بالآلة الحاسبة الصينية قديما. ولكن الحروف، يعني اليوم اللي عم بنشوفها انه بنقول لك نص جملة طويلة بتقلنا من كم حرف، هل هي تقريبا نفس التقنية؟ بالنسبة للحساب الحروف هو قريب جدا من حساب الأرقام اللي بتحكي عنه، اللي هي مدارس، هذه اسمها مدارس اليوسي ماس، بتدرس طريقة حساب الأرقام صحيح بسرعة قوية جدا. طبعا الطلاب بيعتمدوا حاليا على العداد الصغير اللي كنا ناخذه في المدارس. نعم، وعلى الصبيع بحركة الآن بنحكي عنها. هذه الطلاب بيبدأ يحسب إذا بتعطيه أرقام 5 في 10 في 100 في 90 في 60، والطالب بيبدأ يعمل لك هيك. صحيح. أوكي، أنا كنت مثلهم زمان. أنت ابتديت بنفس المدرسة؟ أنا ابتديت بنفس المدرسة اللي خاصة فيه أنا، لكن الطلاب الآن هم بعدهم في مرحلة الحسابات الحركية. أنت وين صرت؟ أنا الآن في مرحلة الإيماجينيشن، التخيل. تخيل، في مرحلة التخيل. طلعت من هذه المرحلة زمان. طيب أنت درست هذه المرحلة؟ لا، ما درستها. طيب كيف عرفت الموهبة عندك؟ هذه الموهبة بدأت عندي وأنا في الصف الثاني الإعدادي. نعم. كنت دخل علينا أستاذ مادة التاريخ وكتب جملة على اللوح: فتحت مدينة القسطنطينية عام 1453 للميلاد. طبعا الأستاذ طلب من الطلاب أنهم يجدوا عدد حروف هذه الجملة خلال وقت زمني لا يتجاوز 15 ثانية. طبعا أنا داخليا كنت أعتقد أنه كل الناس بيحسبوا مثلي، ما بعرف أنه أنا الوحيد اللي بحسب حروف. يعني كنت عم فكر أنه الطلاب اللي في الصف بيحسبوا مثلي، حتى المدير كنت بفكر أنه بيحسب مثلي. فطبعا خلال ثانية قرأتها، حكيت للأستاذ أنه عدد حروفها 53 حرف. الأستاذ اندهش، حكى لي: كيف عرفت عدد حروفها 53 وكيف حسبتهم بالسرعة هاي؟ حكيت له: ممكن أكون أسرع واحد بالطلاب أنا. بيحكي لي: أي طلاب؟ بحكي له: طلاب المدرسة ما بيحسبوا مثلي. بيحكي لي: أنت مجنون؟ قلت له: لا، عاقل، ممكن أسرع واحد في الطلاب أنا. بيحكي لي: أنت الوحيد اللي بتحسب. فانطلق لمدير المدرسة، بيحكي له: إنه عندنا طالب هيك الظاهرة عنده. اجى المدير وتفاجأت يومها انه انا الوحيد اللي بحسب في العالم عدد حروف الجملة. بالعالم؟ ايه بالعالم. ما في نهائيا قدرة ابدا؟ نهائيا.